انت اللي معاك جعفر واسلام. ده جعفر؟ لا ده اسلام. تمام ده جعفر. ماشي تعالوا يا رجاله. تمام. بص يا كابتن ربيع، حضرتك هتنتظر بره وانا هشوفهم في التمرين وان شاء الله اللي بخير يقدم ربنا. طبعا قلت للمدرب بتاعهم اتفضل ارتاح بره، وانا دلوقتي هشوفهم في التمرين وهقيمهم، ومن خلال التمرين هقدر اقول لك دول يمضوا معانا عقد رعايه ولا لا. فطبعا زي ما انتم شايفين انا بشرح للكابتن ابو احمر ده اللي هو المفروض جعفر، بشرح له انت هتعمل ايه. كل واحد فيكو هينفذ 8 كور، 5 كور من نص الملعب. خلصوا التسديدات دلوقتي، والمفروض ان المدرب بتاعهم هيجي، وانا خلاص قيمتهم. فهقول للمدرب بتاعهم ان انا هديك في الولد فيهم عقد رعاية معانا 15,000 جنيه. تمام، انا خدت الولدين دلوقتي وبفهمهم ان انتوا خلاص هتبقوا معايا، وان شاء الله اللي في خير يقدموا ربنا، وانا محتاجكوا، وهتمضوا عقد رعاية معايا كل واحد 15,000 جنيه. فالمدرب بتاعهم ده هيطلع مدرب نصاب، وهيروح يقول له ولي امرهم ان كل لاعب فيهم 5000 جنيه. عامل ايه؟ طبعا بص سعيد يا كابتن. بص هم ما شاء الله الاثنين اولاد كويسين جدا، تمام، بس انا هتكلم معاك على جنب. تعالى كده سنه. بص كل ولد فيهم دي 15,000 وهيكمل معانا في النادي ان شاء الله. هتجيب لي صوره بطاقه ولي الامر، تمام، 6 صور وشهاده الميلاد الاصل، تمام كده. انا كنت بقول له على الورق وشهاده الصحيه، تمام. المفروض ان هو ياخد الكلام صدق ويروح يقوله. ان شاء الله في ميعادنا حبيبي. اتفرجوا بقى. ازيك يا كابتن؟ طمني يا كابتن، ايه الاخبار؟ العيال عملوا ايه؟ تمام، انا خدتهم ورحت للكابتن اللي انا قلت لك عليه ده، وقال لي ان هو هيدي لكل ولد فيهم 5000. فبس انا عملت من ال 5000 ديت يا حاج عشان تبقى فاهم برضه. يا كابتن مفيش مشاكل، بعيد عن عمولتك ومفيش حاجه. انت كده كده انا ما حدش كان متوقع ان هم يروحوا نادي وياخدوا فلوس. امبارح كنت هتقول لي هيدفعوا كل واحد 10,000، النهارده هتقول لي كل واحد هياخد 5000 جنيه. دي حاجه تفرحني يا ابو كباتن. خد ال 10,000 جنيه بس هما الاثنين يبقوا في النادي. اتفقنا يا كابتن؟ تمام يا حاج. خلاص وانا ان شاء الله، وانت عارف انا قلت لك برضه دول ولاد يعني، وانا عناية ليهم. انا خدتهم ورحت للكابتن زي ما اتفقنا وبص عليهم، والحمد لله ده احنا اتفقنا اهو زي ما اتفقنا. خلاص ماشي. طب شوف انت هتعمل ايه دلوقتي عشان ابقى فاهم برضه. طيب يا كابتن انت فين انت والاولاد؟ بس انت فين الاول؟ فين انت والاولاد؟ احنا في النادي يا كوتش، في النادي. طيب يا كابتن انا في انتظارك في البيت. هات الاولاد وتعالى في البيت. تعالى انا موجود. طيب خلاص انا هعدي عليك دلوقتي، اخلص كده معايا في النادي واجيب الاولاد واجي لك على طول دلوقتي. ماشي كده. السلام عليكم يا حبيبي. طبعا طيب شفتوا الاحداث اللي دارت بالتليفون ما بين الكابتن وولي الامر، ودي دلوقتي اللعيبه راحت بيت ولي الامر اللي هو ابو وده الكابتن. المفروض ان هو راح عشان يقعد معاه ايه اللي حصل. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا ولد. السلامه. ايه يا ولاد عملتوا ايه؟ دخلوا بيته ودخلوا
خير ان شاء الله. تمام الحمد لله خير. خلاص بعدين كده نروح كده نقعد الاول ماشي. شوف يا دي البنت خليها تعمل شاي. يوقف انت نتكلم بقى ونشوف ايه اللي انت قلته لي في التليفون دلوقتي. انت قلت لي النادي عايز الولدين وهيديني 10000 جنيه. كل ولد 5. تمام. انت قلت للنادي هيديك 10 صح كده؟ مظبوط. في كل لعيب 5000. مظبوط. وانت عايز مرضيتك من 5000. تمام مظبوط. طيب انا عايز افهم حاجه. المدرب اللي شافهم ده وقال لك هديك في كل لاعب 5، ده نادي ايه يا ابو عمرو؟ فهمني برضه. يعني انت زي بعض، انت راجل فاهم مدرب، انا ماليش في الكوره زي بعض. بص ده نادي يبقى اللاعب او متأهل اتحاد كوره. تمام. وهيلعب دوري. تمام. كل حاجه تمام. مفيش مشكله. ولو ربنا ان شاء الله يعني هو عشان الولاد موجودين. يعني ال 5000 جنيه دول عقد رعايه. بالظبط كده. وانا انت 100 اهو تمام كده. وانا امضي صح؟ طبعا لازم. طب انا ما بعرفش امضي يا ابو عمرو. بس معايا الخيط. لا ما انا معاك الخدمه خلاص. تمام انا بص. لا خلاص مفيش مشكله. خلاص. اهم حاجه صوره البطاقه. تمام. تعملوا شهاده ميلاد. شهاده كل ده الاوراق كلها جاهزه. هنقول لك على هكتبها كل الاوراق. يعني هو قال لك هاتي هو الكابتن هجيب ايه المطلوب مني؟ هو دلوقتي هو المطلوب منك دلوقتي حاليا هو بس ان هو ايه كام يوم كده يروح للكابتن ده يبص عليهم. تمام مفيش مشكله. يتمرنوا معاه يعني في تمرين ان شاء الله مع الفرقه او كده عشان يلعبوا. وهو مجهز الورق اللي هنقول لك عليه. تمام هتيجي وتيجي تاخد الفلوس ان شاء الله. مفيش مشاكل. بس احنا زي ما اتفقنا. ماشي. عملتي من 10000 دي. يا كابتن انا ليك زي بعض. بعد الشغل لو اكل عيش انت فاهم. دقيقة مقطع كلامك بس يا ابوي. اتفضل يا عم. دلوقتي يا كابتن لو في مثلا عقودات احتكار والدنيا دي احنا ما ينفعوش نمضي عليها. لا انا مش هقول عشان جدع يا عم جدع يا ولد. انت بص ما عجبكش الوضع ما تمضيش. اي شرط ازاي؟ لا يا ابوي احنا كل حاجه هتبقى قدامك ما عجبكش الوضع ما تمضيش. خلاص ماشي تمام بس ممكن استاذنك في حاجه بس. اتفضل يا كابتن. بس بعد اذنك. وديه الحمام يا عم وديه. يا بنت فرحانة جاهز الحمام يا بنت. دور على الحمام اهو. قولوا لي قبل ما يجوا يتكلموا ايه رايكم في النادي ده؟ حلو. والكابتن بيتكلم في مبلغ كل لاعب فيكم هاخد انا 5000 جنيه. ما عادش كده يا كابتن. ده كابتن 15000 هنا وهو يعني 15 30000 جنيه يا ابوي. 30000 جنيه؟ 30000 جنيه. امال الكابتن هيقول لي 5000 كل واحد؟ هطلع بره هطلعه بره كده نصب علينا في 20000 جنيه. 20 ده خير عملة. طب هيقول لي انا عايز عمولتي من 5000 بتوعك وبتوعه. لا. طب انتوا ما عرفتوش تاخدوا رقم المدرب؟ لا خالص؟ طب ولا عارفين النادي اللي وداكوا ليه؟ لا. يخرب بيت ابوكم فجار. غور يا عم هو غور. هات نادي الكابتن ده. يا عم نادي الكابتن ده يا في حاجة ولا؟ طلع بره. لا يا ابوي. غور يا عم طلع بره يا عم. يا ابوي. طلع بره يا عم. لا في ابوي. يلا يا كابتن مع السلامة. خير يا حاج. ولا خير ولا شر يا ابو عمرو. يلا يا ابو عمرو يلا يا عم طلع بره يا كابتن. ولا خير ولا شر بعد اذنك. شرفت ونورت يا كابتن. ماشي يا عم. شرفت ونورت يا كابتن. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. في يا ابوي ايه اللي حصل مع الكابتن؟ ابويا يا عمرو الكابتن نصب على ولد الكلب اللي ما عرفناش اي حاجه. كيف يعني نصب عليهم؟ اسالهم يا حبيبي. مالكم يا ولد نصب عليكم ازاي؟ الكابتن هو قاعد قال لنا كل واحد 5000 والنادي هناك قال كل واحد ليه 15000. يعني الكابتن قال لكم 5000 والنادي قال لكم هو عايز يدفع علينا في 20000 جنيه. وانتوا ما عندكوش رقم الكابتن ده؟ ما همش رقم حد دول اولاد كلب. انا قلت ما يلعبوش كوره يا عم عمرو. كسر راس ابوهم النهارده. يا برغم منك لا. اضرب يا عم. اضرب.